السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة جاي اعمل لكم طريقة البيتزا بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. شكل القمر زي القمر، المطة وطعمه وريحة. تعالى اقول لكم عملت ايه. المقادير معايا. انا جبت كيلو دقيق، وكيلو دقيق انا جبته من مخبز عادي. انتوا عارفين المخابز بيبقى الدقيق بتاعهم متعدد الاغراض. فبس هنا انا خلطه بحيث ان انا بدخل الهواء في الدقيق معايا. ان انا ببتدي ان انا اهو دخلت كل الكميه اللي معايا. هبتدي بقى انزل بكل المكونات الجافه اللي هي ايه. نص معلقه سكر، اقل من ربع معلقه ملح، معلقه خميره فوريه. زي ما انتم شايفين قلبت كل المكونات الجافة مع بعض. هبتدي بقى اجيب معلقتين كبار كده من المعلقة الخشب اللي انتم شايفينها كده. انا مليتهم زيت وحطيتهم. وهبتدي الاول اخلي الزيت يدخل مع مع الدقيق والمكونات الجافة بس. هبتدي اهي الخميرة، حتى انا بقول لكم اهي انا حطيت معلقة، اهي دي شكل المعلقة اللي انا حطيتها. تمام. خلاص حطيت كل الحاجات الجافة بالزيت كده وقعدت اقلبها كويس لحد ما كله دخل في بعضه. هبتدي بقى يبقى معايا مية دافية. المية الدافية دي بتعمل حاجتين، ان هي بتعمل عملية رفع بتساعد الخميرة ان هي تنشط على طول، وفي نفس الوقت بتعمل لي نوع من انواع التسوية كده، بتخلي العجينة تبتدي ان هي تتسوى معايا بسهولة، وتطلع معايا كده نافشة وجميلة وطعمها حلو. زي ما انتوا شايفين انا بدأت ان انا اقلبها. فانا قلبت اهو، دخلت بقى بايديا بقى ببتدي ان انا اعجن بقى العجينه واخدمها كويس. اهم حاجه في اي معجنات سواء عيش او خمير او بيتزا، ان انتي تعجنيها كويس. انا هنا عجنتها كويس قوي قوي قوي. تمام. ودخلت كده خليتها خلاص تمام زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اني انا اغطيها، واني انا اسيبها ان هي تخمر معايا. هي كده خلاص خلصت معايا. هدهن بقى الوش بتاعها زيت اهو زي ما انتوا شايفين انا دهنته زيت اهو. وهبتدي بقى ان انا اسيبها تخمر بقى معايا. على بال ما هتخمر هبتدي ان انا بقى اجهزها بقيه الحاجات بتاعتها. انا التجهيزات بتاعتها ايه؟ انا جهزت، انا معايا كان طماطمتين، حطيت معاهم بصلايه كبيره مع فصين توم، مع فتحت ماجي، مع شويه قرفه، مع شويه توم باودر، بصل باودر. اديتهم كلهم غلوه كده، يتسبكوا شويه مع بعض، ضربتهم بقى في الخلاط. اول ما اضرب كل المكونات دي هرجعها تاني بشويه زيت على البوتاجاز يتسبكوا مع بعض. خلاص ادي كده الصلصه اللي انا هشتغل بيها. انا زي ما انتم شايفين معايا فلفل رومي، معايا سوزيس، معايا جبنه رومي، معايا بصل حلقات، وطماطم حلقات، ومعايا لانشون. هنا انا رحت للعجينه، شايفين بقى العجينه هنا خمرت وبقت جميله جدا. واهي زي ما انتم شايفين انا بوريها لكم اهي، ما شاء الله عليها. هبتدي ان انا بقى اجيب صينيه ادهنها زيت، وهبتدي بقى ان انا اقطع بقى على قد الصينيه. ان انا احط بقى العجينه. انا خدت اهو العجينه وفردتها في الصينيه كويس زي ما انتوا شايفين معايا. هاجي بقى بالصلصه اللي هي اتسبكت اللي انتوا كنتوا شايفيني ان انا بجهزها. ادي الصلصه. طبعا الصلصه نسيت اقول لكم ان انا حاطه فيها معلقه سكر، بتديني طعم الكاتشب كده، وتضيع اي حموضه بتاعت صلصه. اهو دهنت الصلصه الاول. هبتدي بقى بالمقادير بقى اللي انا جهزتها دي كلها. اهو نزلت بالفلفل بوزعه كويس، وبعدين هنزل بقى بالزيتون، وبعدين هنزل بالبصل، وهنزل بالطماطم، وبعدين هنزل باللانشون. انا كنت برضو مجهزه لانشون والسوزيس. هبتدي بقى كل الحشوات دي انا هحطها على البيتزاية. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. بحط الصينيه في النص. وخلي بالكم يا جماعه، الصينيه يعني انت كل شويه انت اضرب بالفرن بتاعي. في فرن بيبقى 180 وعالي قوي، وفي فرن بيبقى 180 واطي قوي. فانت تبقي كل شويه متابعه. دي مش حكايه لما تفتحي عليها تهبط، لا عادي افتحي، ما افتحي وبصي وشوفيها وارفعيها من تحت شوفيها استوت معاكي ولا لا. انا هنا خلصت كل الحشوات، وحطيت كل الحشوات زي ما انتوا شايفين. ماشي اهو. وخلاص ببتدي بقى ان انا افنش واحط الجبنه معايا. انا حطيت اهو الجبنه ووزعتها. تمام.
خلاص كده ادي الشكل النهائي بتاعها، وبالهنا والشفا. ما تنسونيش في كومنت، ما تنسونيش في الاشتراك اللي ما اشتركش عندي، و باي باي.